أعزائي الكرام، أعزائي الكرام، اليوم في هذا الفيديو الجميل غيكون جواب على الأسئلة اللي كتكرر بزاف في مسلسل زومبي الرائع The Last of Us. وهذا الفيديو أيضا درتو الناس اللي ما لعبش الجيم وحتى الناس اللي لاعبينها ولكن ما فاهمين شنو طاري. فلا تقلق يا عزيزي المشاهد، في هذا الفيديو غتفهم كل شيء وغتعرف كل شيء، وإلا بغيتي تعرف كمل معايا حتى الآخر. ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبلا ما نطول عليكم نبداو على بركة الله. الفصل الاول اللي كان عباره عن بدايه انتشار مرض زومبي في العالم، واللي شهدنا فيه ايضا امور حزينه اللي هي موت بنت جول ساره، واللي كان مشهد حزين بزاف. من بعد هذا المشهد مباشره جاء واحد الستار اسود مكتوب فيه بعد مرور 20 عاما. اوكي. من بعد هذا 20 عام بانوا شي حوايج وشي اشخاص وشي امور اللي ما فهمنا فيهم والو، ومنين جاو اصلا وحتى جول براسو تبدل على جول اللي كنا كنعرفوه قبل، اولا كيبيع المخدرات، وديك المنظمه مضاربه مع واحد الجيش اخر، ما فهمت حتى تخربيق قصده. الله ما تحمقني زكا بلاتي ما تخربق ما حتى شي حاجه. نبداو براس الحربه اللي هو جول. هذا السيد في ديك الفتره ديال 20 عام ولا فيها مجرم وشفار ومهرب، والدليل على ذلك كان في واحد المشهد في اللعبه نيت، هو إيلي راكبين في الطوموبيل وتلقى لهم واحد السيد كيطلب المساعده. جول ما تاقش به وقال إيلي ما خصناش نعاونوه، وفيما كانت إيلي كتسولو على هادشي كيقمعها اولا كيبقى ساكت، عارف هادشي ما كافيش باش ياكد بان جول كان مجرم. ولكن باش نتاكدوا اكثر، وفي اللعبه نيت وفي المشهد الاخير اللي كان في السبيطار، قال إيلي بانه في بدايه انتشار الزومبي عاش في هاد البلايص وتنقل فيهم وعارف المجرمين اللي تماك وكل شيء، ولكن وهذا دليل على ان جول كان مجرم. مسمار وطرقناه ارى اللي من بعد. تيس هاد السيده شركه جول في العمل اللي هو التهريب. كبين قوسين التهريب هو انهم كانوا كيشفروا اي حاجه مهمه بحال مخدرات، اسلحه، مؤونه، دواء، شي حاجه اللي كيستعملها الانسان بزاف، وكيتنقلوا بها من بلاصه لبلاصه وكيدوروا الحركه. راكم عارف المقايضه، بيزنس تريب، سدد القوس. نرجعوا لتيس. العلاقه اللي كتجمعها بجول ماشي غير العمل، اللي لاحظتوا بحال كيبان ليا كيبغيو بعضياتهم. واخا جول ما عمرنا سمعنا منه وقال لها كنبغيك تيس ولكن شي ما كيهمناش، اللي كيهم هو منين جات تيس وكيفاش تلاقات مع جول. مع الاسف عزيزي المشاهد اللعبه ما قدمت لنا حتى حاجه بخصوص هذه الشخصيه، ولكن انا شاك في المسلسل غيدير فلاش باك عليها، والله اعلم. ولكن في الحلقه 4 من المسلسل جول ذكر تيس بانه تلاقى معاه في واحد البلاصه هو تومي. يعني حاليا هاد تيس علامة استفهام. نمشيو لأهم حاجة اللي كل شي باغي يعرفها، اللي هي شكون هما الفاير فلايز. دابا وصلنا للسخون. ايوا تبع معايا عطيني ودنك مزيان. الفاير فلايز هما واحد المجموعة اللي تأسس في 2010، اللي كان الهدف ديالها هو الوصول إلى علاج لهذا المرض، وبقات كتطور في الفرع ديالها حتى ولا عندها جيش كبير اللي تابع لها. السبب اللي خلى هذه المجموعة تأسس هما الفيدرا، وكالة الاستجابة للكوارث الفيدرالية. هذه المنظمة ولات عندها السلطة وولات حاكمة الحجر الصحي، يعني كتسولي على المناطق ديال الحجر الصحي وكتولي تحت السلطه ديالها، وكتفرض على الناس الاحكام وقوانين اللي صعيبه بزاف. وهذا الشيء غادي يولد ناس اللي ما غيعجبهمش الحال، الناس المعارضين واللي ما حاملينش هاد القوانين والمسائل، وهاد الناس اللي ما حاملينش هاد البلان هما السبب اللي بيهم غتاسس الفاير فلايز. داكشي علاش راحتو في المسلسل او في الجيم ان فيدرا وفاير فلايز ما كيتحاملوش مع بعضياتهم. هاد الفاير فلايز معروفين باللباس ديالهم اللي مكون من الخضر والصفر والبني، ومعروفين ايضا بالقلادات اللي كيلبسوهم، وعندهم شعار اللي هو Don't worry, I don't want anything. But if you're feeling lost, you tell me to look for the light and I'll break your jaw. الشيء علاقه مع كي داير ليه. الا لاحظتوا في الشعار مرسومه فيه واحد الحشره. هاد الحشره اللي هما اليرعات، واحد الحشرات كيطلقوا الضوء في الليل، وداك الشيء كتشوفهم في الغابات في العروبيه وداك الشيء، المهم حدا البحر. داك الشيء علاش سماو راسهم الفاير فلايز. القائد ديالهم اللي كلشي كيعرفوا اللي هي مارلين، ديك السميمره اللي كانت مع إيلي في الاول وتبلبلات القضيه. ومارلين هي اللي كانت سبب في انضمام تومي في الفاير فلايز. تومي راه هو الاخ ديال جول، ولا لاحظتوا جول ما كيحملش الفاير فلايز. دابا عرفنا شكون هما الفاير فلايز. مسمار تاو طرقناه. نمشيو دابا نتعرفوا على شخصيه بيل. هاد السيد شكون هو واش من دور عنده في هاد القصه. اللعبه ما عطاتناش معلومات كثر على هاد الشخصيه، ولكن المسلسل خصوصا في الحلقه الثالثه المقززه عطاتنا بطاقه تعريف صغيره عليه. هو شخصيه منعزله، ذكيه، عبقري، كيعيش بوحده في مناطق خارجه على الحجر الصحي، صانع الافخاخ وميكانيكي خطير، ولا شافك ما يدوزكش حنين. اللعبه سيدي بينات بانه كيعرف جول قبل في
في ديك الفتره ديال 20 عام، وكانت بيناتهم اعمال ديال التهريب، وكان جول كيجيب لي اي حاجه كيحتاجها، ولكن لاحظتوا بيل ما كانش عنده معاه، ما عرفتش علاش. المهم كانت بيناتهم شي تخراميقه، المهم ما حطوش تفاصيل اكثر. وفي اللعبه نيت غتشوفوه تلاقى مع جول وايلي في واحد المرحله من اللعبه، وعاونهم باش يلقاو بطاريه الطوموبيل. المهم مع القصه غادي تعرفوا شنو واقع. دابا عرفنا شكون هو بيه، غندوزو لانواع المصابين اللي هما الزومبي بطبيعه الحال. هما في الحقيقه كاينين 3 الانواع. النوع الاول اللي سميتو رانرز، هما الاشخاص اللي يلاه في المرحله التحول الجزئي، يلاه تخليهم داك الفطر للجسد ديالو، ومازال عندهم الاحساس بالانسانيه، وعندهم رؤيه بشكل جزئي، وكيتميزوا بالسرعه العاليه ديالهم. الا شدوك ما يرحموكش. ندوزو دابا النوع الثاني اللي هما ستيركرز، هادو في المرحله الثانيه من الاصابه، وكيعتمدوا على ما يسمى الظهور المفاجئ. يعني ديك اللعبه ديال ايوا اجي نضربك ونهرب، هادشي اللي كيديروه الخوت، كيجيو حتى عندك كيضربوك وكيرجعوا يتخباو. هاد النوع كيفكرني بشي ناس الله يسمح لهم. المهم ما علينا، نمشيو النوع دابا الثالث والاخير اللي هما الكليكرز. هادو اخطر ما كاين، وانا كنسميهم شخصيا ببابا فوست اللي في مسلسل سي، راكم عارفين. هاد النوع ما كيشوفوش، وإلا شدوك ما يرحموكش. هاد النوع الاخطر اللي كاين، الاخطر ما كاين الخوت في هاد اللعبه ديال لاست اوف اس. هما كيكونوا تحولوا بشكل كامل، قضى عليهم الفطر وغطى عليهم وجههم كاملين وعينيهم واي حاجه، ما كيشوفوش، ولكن عندهم واحد القدره ديال السمع عاليه، وكيعتمدوا على النقرات اللي كتغوت بها. هاد النقرات هاد كيف ما سمعتوا، وإلا مشى حتى سمعك غير ودع، إلا هربتي منهم غتلقى راسك مصاب. المهم وهادشي بلا ما نهضروا على بيج كليكرز اللي خطير فيهم. هذا كنسميه انايا اندرتيكر ديال الزومبي. داكشي ديال WWE. مشاهدين وصلنا لنهايه الفيديو، ما سخيتش بكم، ان شاء الله نتمنى يعجبكم. ما تنساوش تدعمونا بلايك وتابوناو، وما تنساوش ايضا تزوروني في المواقع التواصل الاجتماعي، انا راه ديما تماك. وشكرا لكم بزاف على المشاهده، وكتبوا لي الاراء ديالكم في الكومنتات كيفاش جاكم الفيديو، وعطوني شي تساؤلات نخليكم فرجه ممتعه. اديوس اميغاس.